السلام عليكم، كي دايرين؟ اسعد الله اوقاتكم بكل خير وبركه يا ربي. نتمنى راكم بخير وعلى خير ولقاكم الفيديو في احسن الاحوال. شوفوا لي واش تعرفتوا لي على هذه الشجره. ان شاء الله غادي نقطفوا منها واحد الفاكهه الجميله، وكيف ما تنقولها لكم هذا هو وقته. ايوا انتم شوفوا لي هذه الشجره الشامخه تبارك الله، القرقاع، الجوز، عين الجمل. ان شاء الله غادي يجمع. شوفوا لي على الطبيعه، العنب راه ليه طايب على حقه وطريقه. وان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير ولقاكم الفيديو في احسن الاحوال يا ربي. غادي نجمع معايا دابا شويه ديال الكركاع. كيف ما قلت لكم راه وقته هادي بدا كيطيح من الشجره بوحدو. لما ملي كينضج كنعرفو كاع كيطيح وكتقشر ديك القشره ديالو الخضراء وكيبقى هكا تلقطو. شوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن، راه مزلع في الارض وثبت عليه الشتا غادي غير يخسر. شوفوا هذوك لي كوغي، داك السندبان راه بدا كياكل فيه، وهنايا راه طايح في الطريق كيدوزو عليه الطوموبيلات غير كيبعقجوه في الارض. ودوماج. وقلت نجيبكم معايا وتشوفوا ما شاء الله تبارك الرحمن هذه الخيرات. انا غادي نجمع وغادي نشارك معكم واحد التحليه كتجي روعه. وكنعرفوا ان الفوائد ديال الكركاع ما شاء الله لا تعد ولا تحصى. كيكون في القشره ديالو خضراء هكا. هانتوما شوفوا راه السندبان بدا فيه، شوفوا باقي خضر باقي طري، هذا كيجي غزال غزال غزال. وان شاء الله انا غادي نجمع هادشي اللي جمعت. هانتوما كيف ما كتلاحظوا غادي نمشيو للدار وغادي نشارك معكم الوصفه. مرحبا بكم في الكوزينه المتواضعه ديالي. هانتوما شوفوا لي الخيرات اللي جمعت، راه واخا كتشوفوا هكاك موسخ راه زوين. دابا راني غسلت دابا شي بعضين وغادي نشارك معكم الوصفه. شوفوا راه الحكمه صبات عليه الشتا، داكشي علاش بدات القشره ديالو كتغمل، ولكن هو راه زوين. غادي غير نشرو دابا هكا في الظل حتى كينشف جيدا وغادي نستعملو. وشكون اللي كيتفكر ملي كنكونوا غاديين شي عرس كندوزو من شي حدا شجره ديال الكركاع، كنحيدو واحد الورقه هكا كنغسلوها وتنحكوها وكنديروا بها السواك تعكيره في الطريق. لحقاش هاد الوراق الخضر هكا سبحان الله العظيم غير كتشدهم في الفم هكا تبقى تندق فيهم، كيديروا لك بحال الحمر بحال العكر بحال الملون. وهذا هذا هو السواك كيصاوبوه من الجلده ديال هاد الشجره هادي. هذا هو السواك، نتمنى اخواننا في الشرق كيعرفوه. وان شاء الله انا غادي تشوفوا هي بدات كتنبت من كثره ما صبات عليه الشتا راه كينبت سبحان الله العظيم. غادي نهرس معكم وحده وغادي تشوفوا كي داير باقي خضار باقي ما شاء الله. وكنديروا به الحليب ديال الكركاع ايضا كنطحنوه كيجي غزال. غادي نشارك معكم هذا الشيء كامل اليوم. والفوائد ديالو كما قلت لكم راه لا تعد ولا تحصى. ايوا ذكرنا ايام زمان كنضربوا لك واحد السويكه فابور وكينقي اللثه. زوين زوين بزاف هاد الورق ديال الكركاع. غير جربوه تبقاو تفيضوه في الماء هكا وديروا به لو بان بوش. دابا غادي نمشيو ان شاء الله نوجدوا الطرطه ديالنا. ما شاركتش معكم العجينه، غادي نقول لكم المقادير ديال العجينه المكسره. كتاخذوا 250 غرام ديال الدقيق وكتزيدوا عليها 125 غرام ديال الزبده طريه بارده وكترملوها، وكتضيفوا ليها 125 غرام ديال السكر وبيضه كامله واصفر بيضه حتى كتعجن معكم العجينه. كتسرحوها كديروها في قوالب هكا كيف ما كتلاحظوا. غادي تدقوها هكا بالفرشه باش ما تنفخش، وغادي تحطوا عليها هاد الورق وتحطوا عليها شي حاجه هكا باش تمشي للفران حتى كطيب. لحقاش ما غاديش نطيبوا المقادير الاخرى كنحصلوا على لا كويسون ا بلون كيف ما تنقولوا. هذه هي لا بات سابلي لا كويسون ا بلون. ودابا غادي نوجدوا الحشوه ديالنا. الكركاع بعد ما نقيته انا غادي نستغل الموسم، غادي ندير الكركاع هكا باقي طري باقي خضر. وانتم خذوا الكركاع اللي عندكم قاصح. غادي نحتاجوا واحد 4 الملاعق ديال الحليب. غادي نحتاجوا 30 غرام ديال الكاكاو بودره الكاكاو المر او بالسكر كيف ما بغيتو. وغادي نحتاجوا 100 غرام ديال السكر و100 غرام ديال العسل. واللي ما عندوش العسل يدير 200 غرام ديال السكر مع 200 غرام ديال القشطه الطريه كيف ما كتلاحظوا. وهذا هو الكركاع اللي غادي نديروا به العصير. غادي نديروا به الحليب ديال الكركاع ان شاء الله. كيجي روعه لحقاش الكركاع باقي خضر فيه الحليب
كثره. غادي نسخنوا هاد الكاسرول هكا، غادي نديروا هاد 4 الملاعق في الكاسرول، تكون الكاسرول سخونه. غادي نضيفوا عليها 100 غرام ديال السكر باش نديروا واحد الكراميل على طريقتي. ما بغيتش انا ندير الكراميل غير بالسكر 100%، تيجي هذا هكا خفيف وغزال. كما قلت لكم 4 المعالق ديال الحليب في الكاسرونه تكون سخونه، نضيفوا عليهم 100 غرام ديال السكر و30 غرام ديال الكاكاو، وإلا بغيتو يجيكم الكاكاو اكثر ديروا 40 غرام. دابا غادي نخلط هكا باش يندمجوا ليا دوك العناصر، ومن بعد غادي نضيف لهم ان شاء الله العسل، 100 غرام ديال العسل كيف ما كتلاحظوا، ونبقى نحرك. عندكم يتحرق لكم غادي نضيف 200 غرام ديال القشده، ها هي ما بغاتش تطيح، غادي نديرها وغادي نرجع معكم. بعد ما درت 100 غرام ديال العسل، 100 غرام ديال السكر، 30 غرام ديال الكاكاو، و4 الملاعق ديال الحليب، و200 غرام ديال القشده الطريه، غادي نبقى نخلط هكا حتى تشوفوا الخليط بدا يختار هكا. وغادي نضيفوا 20 غرام ديال الزبده، وغادي نحركو جيدا. ومن بعد غادي نضيفوا الكركاع ديالنا مهرمش هكا، كيجي واحد الكراميل غزال احسن من داك الكراميل 100% سكر. وغادي نخلطوه هكا ونخليوه يتشرب داك الخليط. هانتوما شوفوا ما شاء الله كيجي واحد الكراميل روعه وفيه الشوكولات. ما نقول لكمش ندير واحد القبيطه ديال الملحه، غير شويه ديال الملحه. بعد ما الخليط ديالي وجد، دابا غادي نعمر الطرطات ديالي كيف ما قلت لكم، ونتلاقاو ان شاء الله. في هذا الاثناء راني كنطحن داك الكركاع هانتوما باش ندير داك الحليب، صدقوني كيجي روعه. وفي نفس الوقت بقى ليا واحد الوريقه ديال الفيلو غادي نعمر بهم بالكركاع، حتى هما نغتنمهم ما يضيعوش. كندوب الزبده كيف ما كتلاحظوا، وكنرشهم هكا بالسكر وكندهنهم جيدا بالزبده دائبه. والفران تيكون سخون على 180 درجه ان شاء الله. غادي نعمرهم كيف ما كتلاحظوا من بعد بشويه ديال الكركاع. وانتم تفننوا، انا درتهم عشوائيين عاديين هكا. عندي الكركاع قلت بقاو لي هاد الوريقات، قلت علاش لا نصاوبهم حتى هما. انا فضلت نطويهم هكا كيجيو ما هما سيجار ما هما. المهم نتوما لكم الاختيار، ديروا كيف ما بغيتو. غادي نمشيو للفران ان شاء الله. انا غادي ندير واحد المحنشه صغيره، غادي نلفها على نفسها هكا وكنرشها بالسكر. ها هي وجدات، وغادي نمشيو للفران حتى كيتحمروا كما قلت لكم على 180 درجه ان شاء الله. ها نتوما شوفوا ليا يا سلام، والقرمشه ما نقول لكمش. دابا غادي ندهنهم بشويه ديال العسل، ولا نتوما دهنوهم بالسيرو، وغادي نمشيو نشوفوا الشكل النهائي. ها نتوما شوفوا ليا تبارك الرحمن، الكركاع يا الكركاع يا الكركاع، فاكهه جميله سبحان الله، فيها فوائد بزاف. والشكل ديالها داير بحال الدماغ، سبحان الله سبحان الخلق، سبحان نعم الله لا تعد ولا تحصى. دابا الشكل ديال الطرطه هو هذا كيجي غزال. ودوك السيجار هكا انا درتهم القرمشه ما نقول لكم، شفتوا ما شاء الله ما شهيتكم، واللي كتوحم تسمح لينا. نتمنى عجبكم الفيديو، نتمنى كنت خفيفه ظريفه على قلوبكم. وكما تنقولها دائما، خليكم دائما مع الفواكه والخضر الموسميه، واغتنموا الفرصه. كلوا هذا الكركاع الا لقيتوه في الاسواق يكون طري. هذا هو الحليب بعد ما طحنته، راه ما صفيتو ما حتى شي حاجه، كيجي روعه ان شاء الله. غادي نشارك معكم تحليات بهذا الحليب هذا، كيجي خفيف. الناس اللي ما كيتحملوش لاكتوز ديال الحليب كيجي روعه. وغادي نقطع معكم الطرطه هكا كتجي خفيفه، وداك الكراميل كيجي منكه بالشوكولا، كيجي خفيف من السكر. كما قلت لكم راه غير 100 غرام ديال السكر و100 غرام ديال العسل. وانتم الا بغيتو ديروا اكثر ديروا، لكم الاختيار بصحتكم وراحتكم. وها القهيوه تنقدموهم هكا. وتلاقي الخير، وما تنسوناش بتعليقاتكم فضلا وليس امرا، وبالصحه والراحه. انا ما كنشربش القهوه ولكن راه درتها لكم كوميم. ما تضحكوش عليا. نتوما هذا هو الشكل ديال الطرطه ملي كنقطعوها، صدقوني جربوها كتجي روعه روعه روعه، غنيه ومفيده في نفس الوقت. وتلاقي الخير وبالتوفيق الجميع.